هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، كل عام وأنت بخير مبارك. نبدأ لقاء الليلة بالفكاهة ومسرح الفكاهة مع الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. مسرح الفكاهة. من فضلك اتوبيس 29 بيفوت من هنا؟ ايوه يا فندم. سيادتك متأكد؟ طبعا لان مستنيه. هو بقاله كتير ما جاش؟ لا، ما هو كل 5 دقايق عربية. انا متهيألي لو يزودوا العربيات شوية يكون احسن يا اخي. لكن بقى سيادتك عارف الزحام شديد قوي، خصوصا الساعات. ما هي دلوقتي ساعة فسحة، خروج للسينمات، خروج للتياترات. هو بقى في دلوقتي تياترات يا اخي؟ التياترات يا محترم كانت زمان ايام المرحوم الشيخ سلامة مثلا. حكيم انا لحقته، شفت؟ الله عليه، الله عليه، الله يرحمه لما كان يتصلصل كده. ان كنت في الجيش. يا سلام يا سلام يا سلام على الشيخ سلامة وعلى الشيخ سيد درويش. ما هو سيد درويش ده من حتتنا هناك في اسكندرية، مولود مع حسين ابن بنت اختي على ايد داية واحدة. والله برضو الدايات يا اخي دول كانوا نافعين، لكن تقول ايه بقى للعلم بقى يا سيدي؟ بطلوهم زي ما بطلت انا السجاير. يا خبر، حد كان يصدق ان انا ابطل السجاير؟ والله عملت طيب مين يا راجل؟ صدر ارتاح، قرش توفر، هي فعلا مصلحة. بالك الحاج عيسى جارنا اللي ساكن في رابع دور فوقنا بطل السجاير من 20 سنة دلوقتي. عقبال امالتك اشترى اكتر من 20 فدان وبنى له بيتين، ولسه مصمم يسكن فوقنا عشان ولاده ما ينيموناش الظهر. وهات يا دب، دي مش اصول جيرة يا اخي. تبقى جاي سيادتك كده تعبان زهقان قرفان من الشغل شويه، من الناس شويه، يظهر الاتوبيس جاي هناك اهو. خلينا ناخد اللي بعده، احنا ورانا حاجه يا اخي. بعده ايه اللي بعده؟ ازاي ده انا مستعجل يا اخي. انت ما تعرفش ان كل تأخيرة وفيها خيرة؟ ما تعرفش ان في التأني السلامة؟ اظن هتقول لي وفي العجلات الندامة. لا، هقول لك في العجلة الفانوس والجرس. طبعا اذن بقى. استنى، بمناسبة الجرس، جرس افندي جارنا نسينا نبعت له ورد في عيد ميلاد بنته. بنت جرس افندي. يا سيدي ما تدقش ليلة يا سيدي، ما كانش صح ابدا نسيت جرس افندي. رن كده. طيب عن اذنك الاتوبيس وصل. تعالى هنا، رايح فين في الزحمة دي؟ انت تعرف تحط رجلك؟ الله، ومع ذلك هو مشي لا صمارة ولا صفارة. يا خسارة، فين وفين بقى لما يجي غيره؟ ما تندمش على حاجة يا اخي، انا اتعودت ما اندمش على حاجة. العمارة اللي على نص الشارع ده كنت هشتريها من زمان لما كان الواحد مبحبح. صارت الايام بعد ما ندمت عليها لما واحد تاني اشتراها وما فيش شهرين الا والعمارة وقعت. حاكم كل شيء بقى دلوقتي مغشوش، حتى العمارات. فعلا، بس مكسوف اقول لك انك ضايقتني. الله كده دي برضه اصول. انا واقف اسليك وهون عليك الانتظار، ابقى ضايقتك يا اخي؟ ومع ذلك مش هزعل منك، انت زي ابني اللي مات.
ما هو لو كان ابني عايش دلوقتي كان بقى قدك، ولو كان ابني اللي واقف يجيه واحد يسليه ما كانش يتضايق، لكن مع ذلك دي طبايع وانا عارف انك ما تقصدهاش. ايوه لسانك سبقك، ما هو لسان ده بعيد عنك يجيب لصاحبه البلاوي. مش مره اسماعيل اللي كان فاتح خردواته وعجلاته في وقت واحد بيتلامط بكلمتين كده مع واحد زي حضرتك، كان مستعجل كده زي حضرتك، طبعه حامي زي حضرتك، خلقه ضيق كده زي حضرتك، ام اخينا اللي زي حضرتك مش حضرتك اللي زي اخينا. دي حاجه تلخبط، حاجه تفلق.